أول ما بنحس بالشتا على طول بنجري نعمل العدس. طبعا الشتا طويل، مش هنفضل نعمل العدس بنفس الطريقة على طول. ايه رأيكم بقى لو نعمله بطريقة مختلفة وجديدة؟ ولو حد داقه من غير ما يعرف ان هو عدس ممكن ما يعرفش اصلا ان هو عدس. النهاردة هنعمله على الطريقة الباكستانية. لو بتحبوا الاكل كده اللي مليان نكهات وبهارات يبقى جربوا الطريقة دي. عشان نعمله هنحتاج كوباية ونص من العدس. دول تقريبا عاملين حوالي 300 جرام. هنغسلهم كويس جدا لغاية ما المية بتاعتهم تبقى رايقة كده، وبعد كده هننقعهم في مية لمدة نص ساعة. بعد كده في حلة أو طاسة على النار هنحط فيها بتاع 3-4 معالق كبار من الزيت، وننزل عليها ببصلتين متوسطين يكونوا متقطعين مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. يفضل البصل الأحمر، بس لو مش متوفر استخدموا البصل الأبيض. أول ما البصل ياخد لون ذهبي كده شوية هننزل عليه بقرن فلفل يكون حراق. ممكن نقطعه كده أو نحطه زي ما هو. الطريقة الأصلية هما بيحطوا قرون الفلفل زي ما هي كده. هنقلبهم مع بعض كده مفيش يعني ثواني، وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من الجنزبيل المفروم. لو مفيش جنزبيل فريش عندكم حطوا معلقة صغيرة من الجنزبيل البودرة مع التوابل اللي أنا هحطها دلوقتي. معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من البابريكا. بنقلبهم كده مع بعض لمدة ثواني، بنحس بقى بريحة التوابل بدأت تطلع. نجيب بقى 3 حبات من الطماطم نقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده. يفضل كمان تشيلوا القشرة بتاعة الطماطم قبل ما تقطعوها. الطماطم دي هما 3 حبات متوسطين كده، تقريبا وزنهم حوالي 350 جرام. هنفضل بقى نقلب في الطماطم لغاية ما تدبل تماما كده وتتهرس وتتسبك تقريبا. بعد كده هنصفي العدس من المية اللي منقوع فيها وهنضيفها على الخلطة دي وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. وهنضيف عليهم 5 كوبايات من المية. ده مبدئيا، لو احتاجنا واحنا بنسوي مية تانية هنضيف، يعني القوام او التقل بتاع العدس ده حسب الذوق الشخصي. في المرحلة دي انا هضيف الملح، انا ضفت معلقة من الملح وبعد كده هدوقه واظبط الملح لو محتاج اكتر. هنغطيه ونسيبه لغاية ما المية ما تغلي. اول ما تغلي بالشكل ده بنقلل الحرارة ونخليها الحرارة متوسطة. كل شوية كده بنقلب العدس ونرجع نغطيه تاني ويسيبه لغاية ما يستوي تماما. هو تقريبا هياخد من نص ساعة لساعة الا ربع لغاية ما يستوي تماما ويبقى القوام بتاعه بالشكل ده. طبعا انتوا عايزينه اخف من كده شوية ممكن تزودوا مية، بس يعني في المرحلة دي تزودوا مية تكون سخنة ما تكونش باردة. واول ما بيستوي كده بننزل عليه بشوية من الكزبرة الخضراء نكون مقطعينهم بالشكل ده. مش قادرة اوصف لكم بقى الروايح اللي طالعة من العدس دي عاملة ازاي. واضافة الكزبرة دي مهمة جدا، عايزة اقول لكم طعمها قبل اضافة الكزبرة حاجة وبعد اضافتها حاجة تانية خالص. يعني بجد فرقت في الطعم جدا جدا. بعد ما بنضيف الكزبرة بنسيبهم مع بعض على النار لمدة 5 دقايق وكده يبقى جاهز. هنعمل بقى آخر خطوة. في طاسة على النار المفروض نحط 3 معالق كبار كده من الزبدة. أنا عشان هعمله صيامي فأنا حطيت زيت، وبنحط فيها فصين من الثوم متقطعين شرايح بالشكل ده. أول ما ريحتها ما بتطلع المفروض نحط معلقة من الكمون الحب، بس ما كانش عندي فأنا حطيت معلقة صغيرة من الكمون المطحون. وأول ما الثوم ياخد لون أصفر شوية بننزل عليه بمعلقة من البابريكا وبنطفي النار على طول في الوقت ده. وبنطش طبعا الخلطة دي على العدس بتاعنا وبنخلي منها شوية صغيرين كده للتزيين في الآخر. المفروض مع الطشة دي كمان هما بيحطوا شطة، يعني قرون من الشطة الناشفة دي. لو انتوا بتحبوا الأكل سبايسي قوي حطوها برضو. بنقدمها بقى كده وبنحط جزء من الطشة اللي كنا عاملينها على الوش كتزيين مع شوية كده من الكزبرة الخضراء. العدس ده ممكن يتاكل بعيش وممكن كمان يتاكل جنبه رز ابيض. بجد طعمه لذيذ جدا ويستاهل التجربة، وكمان مختلف خالص في الطعم عن العدس بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير عشان يوصل لناس اكتر، وهستنى صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.